مرتزقه. الاعلان اللي نشرته جريده الشروق الجزائريه بتطلب مشجعين، بتقول فيه عايزين يكونوا صغيرين في السن وقوي البنيه. لا سيبك من سيبك من وحث على موقف الاهلي. احنا عايزين نحدد احنا عايزين ايه دلوقتي بالظبط. الناس الموجوده ديت واللي موجوده قدامكم دي دول مش مشجعين كوره، دول بلطجيه، دول ناس متأجرين، ناس مرتزقه، ناس وغير كده كله. الكليب دي مش في السودان يا جماعه، يعني برضو اوضح الكلام ده للناس مهم جدا. الكليب دي عندنا على الانترنت من حوالي 4 أو 5 أيام. الناس فاكره ان الكليب دي في السودان، لا ده جو السودان ولا دي السما بتاعت السودان ولا ده جمهور الجزائر. لا جمهور جزائري. لا حاجه، احنا شفنا الجمهور مهيب، يعني جمهور جزائري، هم جزائري 100%. لا ثواني بس، ثواني بعد اذنك. الكلام دوت الكليب دي عندي انا على الايميل من 5 أيام. دول المشجعين اللي فعلا طلعوا وتوجهوا الى الجزائر، ولكن في ارض جزائريه، ولكن مش في ارض يعني انت عايز تقول ان هم ما كانوش معاهم؟ لا اقول حاجه بس، انا الامن السوداني اللي قال معلش يا جماعه، ده الامن السوداني اللي واخد منه سكين. ايوه انا ما بقولش على كده، انا بقول بس الكليب دي علشان ده اختلط الامر على الناس. بعيدا عن الكليب ده احنا استعنا بيه فعلا، وان الصور الناس كانت بتقول احنا مستعدين واحنا رايحين لهم اهو بالسنغال. استنى بس، احنا لما دخلنا واحنا السودان احنا مش سودانيين، هم دول سودانيين. انا بقول لكم الصوره بالظبط. طب نسمع بعض، اديني فرصه اتكلم. انا قاعد في السودان وعارف الناس دي، انا عارف دلوقتي ايه اللي بيدور في السودان، وبتجيلي التليفونات دلوقتي خطوه بخطوه اللي بيحصل في السودان. الناس في السودان والصوره اللي منقوله ان اللي احنا بنقول ان الكليب دي معروضه على انها في ارض سودانيه. طب هقول لك ده اول تصحيح، ولكن معلش بعد اذنك يا لبنى، ايه علاقه السودان بيها؟ طب اللي حصل امبارح ده كان على اسوان بالظبط كده. استاذ احمد دقيقه واحده. استاذ احمد مهيب، انت كنت بقالك 3 ايام او 4 ايام في السودان. موضوع السكاكين والسنج ده انت شفته، يعني شفت ده في اكتر من كده يا جماعه. مش حكايه سكاكين وسنج يا لبنى، الناس نزلوا اشتروا النمواس يعني